هذا الكلاسيكو رقم 233 فهد. ولكن نلاحظ في هذا اليوم كانت مباراة مجنونة بكل المقاييس، مباراة لا يمكن أبدا، اليوم أعطت الدليل مرة أخرى لا يمكن الاطمئنان على أي نتيجة مهما كانت. صحيح اخي خالد، بالتاكيد ما حدث في مباراه اليوم تاكيد على المباريات الكلاسيكيه، مباريات الكلاسيكو بالذات دائما لا يمكن التنبؤ بما يمكن ان يحدث معها. الجميع كان يترقب في مدريد فوز هذا اليوم ريال مدريد وتتويجه او اقتراب من تتويجه في الليغا. شاهدنا الوضع كان كذلك قبل المباراه بايام في مدريد، الكل كان يتهيأ لفرحه كبيره بالفوز على برشلونه والاقتراب بالتتويج في الليغا. لكن ما حدث اليوم تاكيد اخر على ان في الكلاسيكو كل شيء يظل وارد، وبالتاكيد مع ميسي هو الاخر بالنسبه لبرشلونه كل شيء يظل موجود وممكن. أنا أعتقد أنه مباراة اليوم هي في مصلحة الليغا نتيجتها، لأننا سننتظر جولات كبيرة ومثيرة فيما يتبقى من عمر الليغا. شكرا لك فهد عتيبي. وبالطبع برشلونة استفاد كثيرا من هذا الفوز، استطاع